السلام عليكم. اليوم حنايا كنتواجدوا هنايا في مدرسه بن يوسف في مراكش، في القلب ديال مراكش. كاينه واحد المدرسه اللي كانت فتحت في القرن 14 على يد السلطان الماريني ابو الحسن الماريني، واللي تم التجديد ديالها على يد عبد الله الغالب في الوقت ديال الدوله السعديه. المدرسه هذه فيها 132 غرفه اللي كانوا كيقراو فيها الطلبه العلوم الشرعيه، القران، بزاف ديال العلوم اللي كانت كتنفعهم باش انهم يرجعوا المنطقه اللي جاوا منها ويعاودوا عاوتاني ينشروا العلم فيها وداكشي. كيف ما كتشوفوا هذا الموطع هذا كيتميز بالدقه ديال التفاصيل ديالو، فاي حاجه هنايا زليج قبص داكشي دقيق من واحد الدرجه بزاف، اللي كيبين لك العظمه اللي كان وصل لها العلم والمعمار المغربي في ذاك الوقت. هنايا كاين واحد القاعه ديال الصلاه اللي كانوا كيصليو فيها الطلبه وديك المدرسين اللي كانوا كاينين هنا. كما كتشوفوا تماك المحراب والتفاصيل اللي فيه كتبين لك ان حتى حاجه ما كانوا كيعملوها عبثيا، ولكن كل حاجه كانت مدروسه. وهنايا كاين واحد السهريجه كذا هنايا اللي كان كيخرج الماء دابا مطفي وصافي. غير استمتع بالتفاصيل اللي كاينه هنايا وعيش مع راسك. وحنايا دابا هنايا كنتواجدوا في القاعات اللي كانوا كيقراو فيهم الطلبه، اللي كانوا كيسكنوا فيهم كيراجعوا فيهم داكشي اللي حفظوا. يعني نتوما كتشوفوا ممر باش كيوصلوا لهنايا. دابا ندخلوا لواحد القاعه ديال شي طالب اللي كان كيقرا هنايا في القرن 14 15 و16، ونقارنوا الطريقه كيفاش كان هو كيقرا والمنظر اللي كان كيطلل عليه مقارنه مع الكليه اللي كنقراو فيها حنايا دابا. المهم كان كيجي لنايا كيجينا هاد الطاقه هادي، كيكون هذا هو البيت ديالو جاي من الطاقه ويطلل على هذا المنظر هذا. غادي يتمتع بهذا المنظر هذا اللي كيشوفوه هنايا كل صباح. غادي يجي لهنايا غادي يطلل ويتمتع بهذا المنظر هذا. طبعا ديك الحفاظه اللي حفظها غادي تبقى له في راسو بواحد الطريقه مزيانه، وغادي يستوعب داكشي مزيان. وكيبان لي الناس كانوا قصارين بيبان كاملين، خصك تحني باش توصل. المهم النفس ديالك كتفتح ملي كتشوف هذا الموطع هذا، وكتعرف العظمه اللي كانت واصله لها الدوله المارينيه والسعديه، والقيمه اللي كانوا كيعطيوها السلاطين ديال المغرب في ذاك الوقت للعلم والطلبه ديالو. هادشي اللي كاين.